كل مدارات النجوميه في ماتش مدغشقر، جاب 3 اجوال. وادي خالد بيبو والكره الطويله لمحمد فضل، محمد فضل براسه بيحطها، يا بيبو عملها خالد بيبو، عملها خالد بيبو في الدقيقه 7 من الشوط الاضافي. تمريره جميله 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 جميله، يا كوره حلاوتها، يا عالكوره واثارتها، يا عالكوره ومتعتها، يا جول جميل جميل مغلف باللون الاحمر، جول جميل جدا مغلف باللون الاحمر، وجول طبعه اولى خالد. لكن فضل الحقيقه عملها له تمريره شرعيه 100%. يا سلام يا فضل، يا سلام يا بيبو. الاثنين انتاج كرسي البدلاء. تحسب لفتحي مبروك توقيت التغيير يا جماعه، ما نديش كل حاجه للمدرب الاجنبي. هذا الرجل ليه بصمه وليه فكر. القميص رقم 9، يا سلام يا فضل، لمها بمهاره المهاجم وحطها لخالد بيبو ببط رجله لمحمد صبحي اللي عامل ماتش كبير قوي النهارده محمد صبحي، وتزغرط كره خالد بيبو داخل شمال محمد صبحي، وتعلن عن تقدم الاهلي 1-0 بهدف خالد بيبو. ريشه ادى انذار لعمرو فهيم. وادي بلال، وادي ابو مسلم احد نجوم هذا اللقاء، ما فيش كلام. عمرو فهيم ناحيه الشمال لسيد معوض. الاسماعيلي يبحث عن هدف التعادل بيحطها جول. يا لسه بقول لكم الاسماعيلي بيبحث عن هدف التعادل، ومحمد محسن ابو جريشه طلع رامي الحضري وفي وضع ما فيش التوازن بتاعه مش سليم 100%، وتقع الكوره يا كوره واثارتها، يا الكوره ومتعتها. مش ممكن الكره الساحره المستديره في الدقيقه 11 احبائي الكرام بتفتح ذراعيها للدراويش، ويستطيع نجمها محمد محسن ابو جريشه ان يحقق التعادل. وادي تمريره سيد معوض العاليه، طلع عصام الحضري مسكها وقعت من ايده، ولكن القميص رقم 30 يتجمل ويتلالأ، ومحمد صلاح ابو جريشه يصحح اوضاع القافله الصفراء ويحط جول محمد محسن ابو جريشه. الفاول لاصحاب الزي الاحمر داخل مربع العمليات، ولكن بره. ريشه بيبص في ساعته، وفعلا احبائي الكرام في هذه اللقطه محمد كمال ريشه يصفر عشان يعلن نهايه الوقت الاضافي والاصلي بتعادل الفرقتين 1-1. وصلنا الى مرحله ضربات المعاناه الترجيحيه، واختار كمال ريشه المرمى اللي على يسارك علشان تتلعب فيه ضربات المعاناه الترجيحيه. عودنا المخرج في بطولات كتير على المسلسل الطويل اللي بينتهي بضربات الحظ الترجيحيه. الحضري مبارزه فرديه، الحضري وعماد النحاس. الحضري وعماد النحاس، عماد النحاس على التنفيذ. تعليمات من ريشه والمساعدين بتوعه عشان يشوفوا الكره عدت ولا لا. عماد النحاس والحضري يتألق في هذه اللقطه احبائي الكرام ويحتضن كورته ما وقعش من ايده. يا تركيز، يا الثقه بالنفس يا عصام يا حضري. عماد النحاس احد النجوم الكبار، حطها له على يمينه، ولكن عصام الحضري كان لها بالمرصاد. لحظة تأمل، لحظة أمنيات، لحظة حاسمة. بيبعد عصام الحضري خارج منطقة الجزاء محمد كمال ريشه، وداخل جودة وجول. جول جميل جميل جميل. اجواله في الدوري العام جايب 8 اجوال منهم 6 ضربات جزاء جودة. يتألق جودة ويكافئ فتحي مبروك لأنه لعبه النهارده في مركز الظهير الأيمن، ويجيب أول أهداف للنادي الاهلي. حطها جميله جدا ببط رجله على يمين محمد صبحي المتالق طوال هذا اللقاء.
اسلام والحضري والمبارزه الثنائيه. اسلام الشاطر والحضري وجول. اسلام الشاطر يصحح اوضاع عماد النحاس ويجيب جول للاسماعيلي. حطها عاليه في سقف الشبكه وعصام طبعا بيبقى فيها توفيق. حطها حلوه قوي 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 عصام الحضري. وائل جمعه على التنفيذ. سبحان الله، يعني الاربعه الاوائل هنا وهنا المدافعين كلهم، يعني جوده وائل جمعه وهنا عماد النحاس واسلام الشاطر. الملايين والالاف داخل مستطيل الاخضر وداخل استاد القاهره الاهلاويه يتابعوا وائل جمعه جول. وائل جمعه حطها حلوه حلوه حلوه. كل طبعا ما اللعبات بتنتهي كل ما بتزداد صعوبه للاسماعيلي. حمام ابراهيم وصاحب القدم اليسرى بيحبوا دايما يحطوها على يمين الجول. حمام ابراهيم. حمام ابراهيم وجول حلو جدا جدا. سريعه سريعه جدا. المبارزه بين جيلبرتو مبارزه ثنائيه ومحمد صبحي. حطها حلوه قوي قوي حمام ابراهيم. جيلبرتو على التنفيذ. اللعبه الثالثه والقدم اليسرى لجيلبرتو. جيلبرتو وفوق وفوق واضاع هدف. جيلبرتو احد نجوم هذا اللقاء اضاع هدف في وقت حاسم جدا جدا وفوق العارضه. شوفوا الاعصاب شوفوا الاعصاب شوفوا الاعصاب. حمص وعصام الحضري. حمص وهدف جميل جدا جدا. حمص ويسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على توفيقه في هذه اللعبه. شوفوا الاعصاب. اللعيب ما بيصدق يخرج من هذه المسؤوليه علشان يحمد ربنا ويشكره على الموقف الصعب اللي كان فيه. هادي ومحمد صبحي جول. الله يكون في عونك يا هادي والله. الله اعصاب حديد يا ابني. الاعصاب اعصاب حديد يا هادي. ليه جاي في موقف صعب؟ الاسماعيلي بيبتدي جايب تفوق بعد ضاع جيلبرتو. هنخش على الضربه الخامسه. هل تكون حاسمه ولا يستمر المسلسل؟ هذه خشبه ببطن رجله جميله جدا بيحطها داخل الشباك. والضربه الخامسه وعصام الحضري راجع. شوف قد ايه عمرو فهيم. عمرو فهيم يا سلام يا عصام. يا سلام يا عصام. يتقمص كل ما يتقمص شخصيه دكتور جيكل ومستر هايد في الجول اللي جه فيه. دكتور كان فيلم زمان شخصيتين. ضربه الحسم واحمد بلال كبير الهدافين. الكل يترقب احمد بلال. جاب جول من ضربه جزاء في البلديه. يجيبها لسه. اذا جابها الاهلي يكسب ويفوز بهذا اللقاء. هنشوف احمد بلال. احمد بلال على التنفيذ. جول جول جول. ينتهي هذا الماراثون على يعطي الاذن احمد بلال لقدمه اليمنى لتظهر في الاضواء ويحسم هذا اللقاء المثير الممتع. طبعا ما زي ما قلت لحضراتكم هذه هي ضربات الحظ الترجيحيه. مبروك للنادي الاهلي فوزه بعد هذا الماراثون الطويل وبعد الكفاح والطويل وبعد الاعصاب المسدوده في موسم كروي شاق. ضاع منه درع دوري في مشهد دراماتيكي عنيف. درع الدوري كان على ابواب النادي الاهلي بالجزيره ولكن تحول مساره الى متعوبه نادي الزمالك بعد ان تصدر المسابقه طوال 25 اسبوع. وهنوصل الاهلي يفوز بالبطوله رقم 73 ويرفع عدد بطولاته الى الرقم 31 منفردا وبطولتين ليه مع الزمالك.